السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد البغدادي، الفرقة التانية طب أزهر القاهرة. رجعت لكم تاني من جديد، وإن شاء الله استكمالا لخطة ال 25 يوم اللي تقدر إن شاء الله تخلص فيهم المنهج كله، سواء كان مواد ثقافية أو عربية أو شرعية. وطبعا المفاجأة اللي أنا أعلنت عنها في الفيديو اللي فات لطلبة العام وطلبة الأدبي، يا ريت يكملوا معايا لغاية آخر الفيديو، عشان المفاجأة إن شاء الله هتكون كويسة جدا جدا ليهم. لو انت ما شفتش الفيديو الاول، يا ريت ترجع تشوفه عشان تفهم الخطه اللي احنا ماشيين بيها، وبرضه تعرف جدول المواد الثقافيه اللي احنا بدانا فيه. هقول كده الخطه سريعا. الخطه هي عباره عن 25 يوم، يوميا معاك مواد ثقافيه، واول 10 ايام هتاخد فيهم المواد الشرعيه، وتاني 15 يوم هتخلص فيهم المواد العربيه. وكده ان شاء الله لو انت بدات يوم 6/5، على يوم 31/5 تكون خلصت جميع المنهج، وتبدا يكون معاك 6 ايام تركز فيهم على امتحانات اول يومين عندك في الجدول، لان ان شاء الله انت هتمتحن يوم 6/6/2026. بالنسبه لو انت مثلا هتبدا من النهارده اللي هو 8/5، انت ان شاء الله برضو تحاول تضغط نفسك وتخلص على يوم 1/6، ويكون معاك 5 ايام على الامتحان تظبط فيهم برضو اول يوم او اول يومين. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في خطه المواد الشرعيه. خطه المواد الشرعيه انا يعتبر عصرتي لك او دمجتي لك المواد الشرعيه بخطه مركزه مدتها 10 ايام، مقسمه معانا لجزئين. اول جزء هيكون الفقه والتوحيد، ثاني جزء هيكون الحديث والتفسير. الجزء الاول زي ما قلت لك الفقه والتوحيد، وده 5 ايام. في احنا الفقه اللي انا ذاكره في الجدول ده فقه شافعي، فلو انت فقه حنفي او حنبلي او مالكي تقدر تتواصل معايا عن طريق التليجرام او عن طريق الواتس، وان شاء الله نقدر نظبط لك الجدول على الفقه اللي انت بتدرسه. فهركز اكتر اللي انا اشرح مواد التوحيد والتفسير والحديث. ففي التوحيد في اليوم الاول هيكون معاك من اول جزء السمعيات لحد جزء اجل المقتول. ويا حبيبي ركز لي جدا جدا في التوحيد، انك تفهم الكلام مش مجرد حفظ، وتفهم اراء العلماء خاصه في اجل المقتول وفي الموت، لان عندك اراء كتير وبيسال فيها في الامتحانات. وتعرف صاحب الرأي، يعني تعرف اسم صاحب الرأي او اسم الفرقه اللي قالت الرأي المعين ده. اليوم الثاني معاك النفخ في الصور لحد البعث والحساب. واليوم الاول في الفقه من الطلاق للعده بالنسبه للفقه الشافعي، وتاني يوم من الرضاع لحد الحدود. وارجوك ركز لي جدا جدا في الحدود وعقوبه كل حد، سواء كان زنا، قذف، قطع طريق، وسرقه. ندخل بعد كده على اليوم الثالث والرابع. اليوم الثالث في التوحيد معاك استكمالا هيكون معاك من اول اليوم الاخر لحد التوبه. في اليوم الرابع هيكون معاك بداية من صحاف الأعمال لحد الصراط، 3 دروس بساط جدا. طب ليه اليوم ده بسيط؟ لأن أنا حطيت لك في الفقه بالنسبة للفقه الشافعي الأضحية والعقيقة. ويعني كل سنة وأنتم طيبين، عيد الأضحى مبارك إن شاء الله علينا جميعا على قدوم. فأحب وأنت بتذاكر الدرس ده تستشعر شهر ذو الحجة اللي احنا فيه، وتستشعر ليلة العيد، وإن شاء الله الدرس يخلص معاك بكل سهولة. هننتقل لليوم الخامس، وده اليوم اللي احنا هنخلص فيه التوحيد باخر 3 دروس معانا، اللي هم الايمان بالعرش والحوض والجنه والنار. وارجوك ركز على الاراء الكتير اللي موجوده في درس الجنه والنار. في الفقه هناخد 3 دروس برضو، الايمان والنذور والاقضيه. وكده يا بطل انت تكون خلصت نص طريقك في المواد الشرعيه، ونص طريقك انك ان شاء الله تقفل المواد الشرعيه. وصحيح معلومه حابب اكد عليها، رجاء يوميا بعد ما تخلص اليوم اللي هو مواد ثقافيه ومواد شرعيه، تحلي لي جزء على المواد الشرعيه من المنهج اللي كان عليك. كده خلصنا التوحيد. هندخل على اليوم السادس او الجزء الثاني من منهجنا، اللي انا هناخد فيه حديث وتفسير، ما عدا اول يوم بس اللي هيكون معانا في اخر جزئيه من جزئيات الفقه. ففي اليوم السادس هيكون معاك الفقه، الدعوه والبينات والشهادات والحديث. انا هنا كاتب 6 احاديث، بس انا حابب انك في اليوم ده تاخد 5 احاديث بس، بحيث ان الحديث ان شاء الله هو عندك 21 حديث هنقسمهم على 5 ايام. كل يوم من 4 ل5 أحاديث. فأنت في اليوم الأول مع الدعوة والبيانات والشهادات هتاخد أول 5 أحاديث. ليه أول 5 أحاديث مش 4؟ لأن أول 5 أحاديث أو أول 10 أحاديث عموما إحنا إن شاء الله مراجعين عليهم كتير، وإن شاء الله يجوا معاك بكل سهولة. وركز لي جدا جدا في الحديث على الراوي وعلى نشأته والكلام اللي موجود عليه. في الفقه اللي هو بالنسبة للفقه الشافعي آخر 3 دروس، أرجوك ركز لي عليهم جدا، لأن طلبة كتير بتتجاهلهم وبيتفاجأ في الامتحان إن آخر 3 دروس إجا منهم كمية أسئلة كبيرة. حاجة حابب أوضحها لك، إن الميراث أنا مش حاطه في الجدول، لأن الميراث أنت هتشتغل فيه يوميا طيلة ال10 أيام.
وبالنسبة للميراث فإن شاء الله هحاول أعمل له جدول وهنزله على جروب التليجرام أو جروب الواتس. ندخل على اليوم السابع وده بداية التفسير. هيكون معانا سورة الذاريات كاملة، أيوة كاملة. وهديك تركاية كده تعرف تذاكر بها التفسير. أنا عاوزك في التفسير تمسك السورة، تحفظ الإعرابات، أو يعني تحاول تستوعب الإعرابات، الأسرار البلاغية والدلالات الإعجازية في السورة. بعدين بقى تقرأ السورة أو تقرأ يعني التفسير بتاعها مرة أو مرتين أو ثلاثة، وتحل جزء أسئلة بسيط. هتلاقي إن السورة معاك تمام التمام، ما خدتش معاك أكتر من ساعتين أو ثلاثة أو أربعة بالكتير لو أنت يعني إيه طولت فيها أوي. في الحديث هيكون معانا تاني 5 أحاديث من رقم 6 إلى رقم 10. اليوم الثامن والتاسع هيكون معانا في التفسير سورة الطور وسورة النجم. وطبعا في التفسير هتمشي بنفس الطريقة اللي أنا قلت لك عليها، إعرابات، دلائل، وأسرار بلاغية، وتركز برضو على آراء بعض العلماء في تفسير بعض الآيات لأن بيركز عليها جدا. وأرجوك حل أسئلة، لازم في التفسير تحل أسئلة عشان تعرف طبيعة السؤال. في الحديث هيكون معاك في اليوم الثامن من الحديث رقم 11 لحد الحديث رقم 15، وفي اليوم التاسع من الحديث رقم 16 لحد الحديث رقم 19. 4 أحاديث فقط. ليه 4 أحاديث؟ لأن اليوم العاشر هنكون إن شاء الله ختمنا المواد الشرعية كمراجعة وكحل، كجزئية حل بسيطة. وهيكون معانا في سورة الرحمن. كان الأول منهجنا بيكون في سورة القمر، وكانت سورة الرحمن على منهج أدبي، بس هو السنة دي شال من عليكم سورة القمر. وسورة الرحمن هي ممكن تكون يعني في آيات متشابهة فيها شوية، بس إن شاء الله سورة سهلة وتقدر تجيبها بكل سهولة إن شاء الله. بس في الأول وفي الآخر أنت لازم تستعين بالله، تتوكل على الله حق توكله، وتعمل كل اللي عليك. يعني تعمل كل اللي عليك وتبدأ يا بطل من أول ما تسمع الفيديو. حتى لو أنت مأجل، حتى لو أنت مراكم، إن شاء الله هتمشي على الخطة دي وهتوصل إن شاء الله لحلمك. أنا الفيديو ده بسجله لكم إحنا النهاردة يوم الجمعة، فلو انت بتسمع الفيديو يوم الجمعة استغل الفترة ما بين العصر والمغرب انك تدعي كتير، وان شاء الله توصل لحلمك يا بطل. في الختام كده شوية إرشادات وانت بتذاكر الشرعي. عاوزك تبدأ مذاكرة من بعد الفجر، يعني من الساعة 5 لحد الساعة 12 الظهر. الفترة دي فيها كطبيا بيزيد فيها إفراز هرمون التركيز اللي هو الكورتيزون، فبالتالي هتلاقي تركيزك واستيعابك للمعلومة قوي جدا. التلخيص زي ما قلت لك بتركز على حاجات معينة في الدروس، مش بتحفظ الكمية الكبيرة، لأن الأزهر ما عادش بيعتمد على الحفظ زي زمان أكتر من الفهم. تاني حاجة بتختبر نفسك بإنك بتحل جزء بسيط برضه، واستراحة إنك بتذاكر بطريقة 50 دقيقة و10 دقايق راحة. خطة المراجعة النهائية في المواد العربية مدتها 15 يوم من بعد ما تخلص المواد الشرعية. أنا برضو كثفتي لك فيهم المنهج، وإنت عندك طبعا 4 مواد أساسية: نحو، صرف، بلاغة، أدب ونصوص. طبعا حبايبنا بتوع الأدب المفاجأة بتاعتهم إن شاء الله اللي إحنا في الجدول ضايفين مادة المطالعة ومادة الإنشاء. هنبدأ أول حاجة كده بالنحو والأدب، فهيكون معاك في اليوم ال 11 بقى، يعني ال 11 من الجدول. هيكون معاك المنادى والاختصاص والتحذير، دروس سهلة جدا. أهم حاجة في النحو تركز على الإعرابات، تركز إنك تحل قطعة استخراجية يوميا أو على الأقل كل يومين مرة، وتركز إنك زي ما قلت لك في الإعرابات وفي أحكام الدروس. في الأدب الحفظ ثم الحفظ والتكرار، فهيكون معاك النهضة الحديثة والطباعة والصحافة، حاجات بسيطة. اليوم الثاني هيكون معاك من أول الإغراء لحد النواصب. الإغراء وأسماء الأفعال كلها حاجات بسيطة تخلص معاك في نص ساعة أو ساعة بالكتير. النواصب هو اللي هياخد منك وقت شوية، بس لو أنت مظبط من أولى إعدادي وأولى ثانوي هتلاقي إن درس النواصب ما خدش معاك برضه غير ساعة بالكتير أوي. الأدب هيكون معاك البعثات والترجمة والتعليم. اليوم الثالث في النحو هيكون معاك ان الجوازم كامله، وكده هتكون خلصت اكتر من تلتين منهج النحو، ويبقى لك العدد فقط. وفي الادب هتاخد درس الازهر الشريف. هندخل على اليوم الرابع وختام النحو، هيكون معاك العدد وكنايات العدد. وفي الادب هتاخد علماء الازهر الشريف، وانت عندك كطالب علمي عالم واحد فقط اللي هو الشيخ محمد عبده. انما في الادب عندكم 3 علماء، وبرضه انا عامل لكم جدول مخصوص لماده اللغه العربيه. اليوم الخامس هنبدأ في الصرف، وهيكون معاك أول 3 دروس صرف. اليوم السادس برضه هنكمل في الصرف، وهيكون معاك الهمزتين ومواضع الإبدال من الموضع رقم 1 لحد الموضع رقم 5، اللي هم ال10 مواضع أنا قسمتهم لك على مرتين.
5 مواضع يوم و5 مواضع تانيين في اليوم التاني زي ما هو واضح عندك. بعدين في اليوم الثامن هنكون خلصنا الصرف كله باخر درسين اللي هم ابدال الياء واو، وهنراجع على منهج الصرف كشامل كده، هنحل امتحان او اتنين. اليوم التاسع هنبدأ بلاغة وهناخد معاها النصوص، فهيكون معانا في البلاغة الوحدة الأولى اللي هي المحاسبات البديعية من الدرس الأول لحد الدرس الخامس، وهيتبقى معاك في الوحدة دي الدرس السابع فقط هتاخده مع درس الكناية. طب ليه الدرس السادس من علينا؟ أنت كطالب علمي في البلاغة مش عليك الدرس السادس في الوحدة الأولى، وهتاخد أول نص اللي هو البردة. بعدين هنكمل في البلاغة في اليوم العاشر و11 و12. في اليوم العاشر هتكمل الدرس السابع من الوحدة الأولى مع الكناية، وهتاخد جزئية بسيطة جدا اللي هي علم البديع. أنا حابب أنوه على حاجة يا جماعة، والله الجدول مش كبير جدا. أنت حرفيا أنا عايزك مثلا أنت هتنام 6 ساعات، هتصحى لي الفجر الساعة 5، فأنت معاك في اليوم لو أنت بتاخد دروس مثلا هنقول إنك بتاخد دروس في اليوم 6 ساعات، فأنت هتبقى معاك 12 ساعة. أنا عاوز من ال 12 ساعة دول 10 ساعات، 5 ساعات مواد ثقافيه وخمس ساعات للمواد العربيه والشرعيه، بل ان انت اصلا في اليوم هيكون معاك ماده ثقافي وماده شرعي، او ماده ثقافي وماده عربي. فانا في ال10 ساعات دول عايزك تديهم مثلا 6 او 7 ساعات للمواد الثقافيه و3 ساعات بس للمواد الشرعيه والعربيه. ان شاء الله هتلاقي الدنيا جميله معاك جدا. ولو انت نظامك مختلف عن اللي انا بقوله برضه تقدر تتواصل معايا من خلال التليجرام او الواتس، وحاول نظبط مع بعض الجدول المناسب ليك. اليوم ال 11 وال 12 هنكون خلصنا ان شاء الله البلاغه، وهنكون خلصنا برضو النصوص. النص الثاني والثالث الرابع والخامس والسادس ما همش عليك كطالب علمي، هتبدا بالدرس السابع. هنختم بقى والحصاد النهائي اللي هم اخر يومين هنركز فيهم على اللي باقي في النصوص والادب، فهيكون معانا متبقي النص الثامن والنص التاسع. في الادب هيكون متبقي معانا مدرسه الاحياء والبعث ومدرسه المحافظين والديوان، ده في اليوم ال13. اليوم ال14 اخر مدرستين، المهجر وابولو والخطابه والمقاله. اليوم ال15 بقى هتعمل لي مراجعه شامله كده على الادب والنصوص، لان عايزك تفرم الادب والنصوص حل، لازم تحل عشان تتكرر معاك المعلومه كتير. وكده ان شاء الله نكون خلصنا. وعايزك تفتكر دايما من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. عايزك تحط حلمك قدامك يا بطل، عايزك تكمل رغم كل اللي انت فيه. انت وصلت لمرحله غيرك كتير استسلم في نص الطريق وما قدرش يوصل ليها. مفاجأتنا لطلبة عام، حضرت لكم جدول مميز جدا تخلص بيه المنهج كله في 20 يوم بس، هيكون شامل المواد الثقافية والمواد العربية، وحاطط لك فيه برضو المادة الإضافية اللي هي مادة الفرنساوي. بالنسبة للأدبي الفيديو بتاعكم إن شاء الله هينزل النهاردة بعد العشاء أو بكرة الظهر إن شاء الله. بالتوفيق لكم جميعا، بحبكم في الله. كان معاكم أحمد البغدادي.